تجلت المغنية الشابة حلا ترك في حلقة من برنامج مجموعة إنسان. مقدم البرنامج عرض على حلا بعض الصور وطلب منها تعليق عليها، ومن بينها صورة تظهر فيها حلا وهي تضع كميات كبيرة من المكياج. حلا اتهمت زوجة أبيها الفنانة المغربية دنيا بطمة بأنها هي من قامت بوضع مساحيق تجميل لها، وهي من نشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل العديد من أولياء أمور معجبيها يمنعونهم من سماع أغانيها. كما أكدت حلا أنها لم تكن تعلم بأن دنيا بطمة ستهاجم والدتها منى السابر عندما حضرت معها أحد البرامج التلفزيونية، وطلبت من والدتها منى السابر أن تعفو عنها لأنها أخطأت بحق